تعالوا بصوا معايا كده النهارده معاكم في الفيديو هقول لكم كل الوجبات وكل الفطاير وكل الحاجات اللي انا بعملها عندي على القناه والبيتزا وكل ايه الحاجات اللي بستخدمها فيها زي ما قلتولي. عايزين تعرفوا ايه الحاجات الطبيعيه وايه الحاجات اللي ممكن نستخدمها في الدايت وايه الحاجات اللي تفيدنا في جسمنا. انتوا عارفين انا الواحد سبب فتح القناه دي انا مريضه مناعه وروماتويد، فكنت لازم ادور على الحاجات الطبيعية اللي تديني النشاط والحيوية وتشني من الصدمة اللي خدها جسمي. أي مرض بيجي للإنسان بيكون صدمة نتيجة تعرضك لحاجة معينة، وبيكون بقى ترسبات الأكل الغير صحي والحاجات المقلية والحاجات اللي معمولة بحاجات مش طبيعية، دهون مهدرجة والحاجات ديت بتضر الجسم. فانا عملت الفيديو والناس سالتني ايه الحاجات اللي انت بتستخدميها، فطلع معاكم عشان اقول لكم كل حاجه انا بستخدمها طبيعيه، بعمل بيها الاكلات السريعه، بعمل بيها الفطاير، بعمل بيها البيتزا، بعمل بيها كل حاجه. عندي هنا جبنه، الجبنه اللي انتوا شايفينها دي، المنتجات دي منتجات الجبنات كشكوان. ده جميل جدا، جميلة جدا، طبيعية، بروتين عالي، نسبة بروتين عالية. بجيبها كمية عندي واحطها في التلاجة. ممكن تحفظيها في التلاجة عادي، ممكن تحفظيها في الفريزر، تعيش عندك مدة طويلة. ومهما قعدت بالعكس بتعتق. انت مثلا السوبر ماركت بيكتب لك عليها تاريخ ويقول لك هو ده التاريخ او دي الفايدة اللي تستخدميها. صدقوني جميلة جدا وبتقعد معاكي مدة طويلة في التلاجة، ما بيحصلهاش اي حاجة، فايدتها عالية عالية. نسبة البروتين فيها عالية لأنها معمولة من حليب طبيعي. الحاجات الطبيعية جميلة وبتفيد جسمك. ممكن احنا مرضى المناعة بنتحرم ان احنا نشرب حليب، لكن بندخل الحليب بالأغنام، حليب معين بندخله بيبقى موجود في قلب المنتجات بتاعتنا. ولازم الحاجات اللي ناكلها تكون طبيعية. الناس اللي عاملة دايت نفس الشيء. المفروض اللي احنا كل فترة نعمل دايت عشان ننظف جسمنا وننظف الكبد، ونستخدم حاجات طبيعية عشان تنظف الجسم بشكل عام. انا بجيب الحاجه دي كميات وبحطها عندي في التلاجة، بتقعد عندي في التلاجة مده كبيره. هنا في الفيديو هقولك ازاي تحفظيها، ازاي تشيليها، ازاي تحافظي عليها. فمثلا قالب الجبنه ده انا بجيبه بيبقى 5 كيلو، بمسكه اقطعه قطع زي ما انتوا شايفين دي كده اللي كنت لفاها. بتقطعيه تبع استخدامك وتشيليه، مثلا ده هيستخدم اسبوع اسبوعين، قطعه كده بتشيليها وتسلفيه بالاسترتش كويس، وتكوني محافظه ان ما يخشش فيها هوا. لو ما عندكيش حطي في اي كيس عندك وتلفيها وتبرميها كويس وتكتمي الهوا منها، بتعيش عندك مده طويله. مورياكوا شرايح البسطرمه اللي بستعملها، بتبقى لحم طبيعي كده، نسبه الدهون فيها تكاد تكون كده زي العروق، بسيطه جدا. وعاده لو فيها دهون فالدهون دي طبيعيه، دهون اللحمه طبيعيه وجميله ومفيده وحلوه للمرضى ضغط، سكر ضغط، قلب قصدي، مرضى المناعة، مرضى الروماتويد، أمراض كتيرة، تصلب اللاوعي، أمراض كتيرة. الحاجات الطبيعية دي بتخليكي تعيدي بناء جسمك من تاني. لما تمشي على الكيتو، لما تمشي على الكيتو فترة، ما تمشيش برضو على الكيتو كتير برضو، عشان خاطر الكيتو بيخليكي تفقدي كمية مية كتيرة وسوائل كتيرة من جسمك وبتخسي جامد. بتبقى فترة جميلة بتنقي فيها جسمك 3 شهور 4 شهور، وبعد كده بترجعي للصيام المتقطع. الصيام المتقطع برضو بتستخدمي فيه حاجات طبيعية، نفس المنتجات ونفس الحاجات اللي انا بقولك عليها دي. حاجات جميلة جدا جدا جدا، كنز بيتك، كنز رهيب. بتحطيها بتشال عندك في التلاجة 6 شهور سنة، بالطريقة اللي هقولك عليها في الفيديو، ازاي تحافظي عليها، ازاي تشيليها. جميلة 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 جدا. بصوا كده المنتجات وتمعنوا المنتجات وقولي لي ايه رأيكم. الحاجات الطبيعية بتعيش عندك مدة طويلة. وان شاء الله بإذن الله واحنا مع بعض هعلمك ازاي قبل ما اشتري المنتجات دي. انا كنت بعمل المنتجات ديت في البيت وكنت بعملها بنكهة عالية وبطريقة جميلة. بصراحة شجعتونا وكمل العدد عندنا، وان شاء الله بإذن الله بنديكم كل المعلومات اللي عندنا تخليكم بصحة وبعافية وصحتكم تبقى جميلة جدا. فانا حبيت ان انا كده ايه زي ما طلبتوا مني اقول لكم الحاجات اللي ممكن تتشال عندكم. وفي كمان يا جماعه مدخن رومي، في مدخن صدور دجاج، وفي مدخن عروق فيليتو، وفي بتبقى زي اللانشون كده قبصه كده كبيره هوريها لكم دلوقتي. كل الحاجات ديت انا بجيبها بالكميات، مثلا زي ما هي بجيبها على بعضها، ممكن تجزئيها وتشيليها في الفريزر وتحفظيها قطع كده كده. شفتوا انتوا الجبنه دي انا لفاها كده، دي حاطه في التلاجة
بستعمل منها، والباقي والتانية انا لفاها كويس مجبساها، عايزه اقولك عشان ما يحصلهاش اي حاجه ولا يخشها ولا تنشف ولا يخشها اي بكتيريا. ودي اهم حاجه، انك انتي تحفظي حاجتك في التلاجة بطريقه جميله جدا، وما تخليهاش يخش هوا، تعيش معاكي 6 شهور سنه ما يحصلهاش اي حاجه. المنتجات الطبيعيه جميله جدا جدا ومفيده للجسم. بتقويكي، بتديكي صحه، تديكي عافيه، متحتاجيش فيتامينات خارجيه، لان تاكلي اكل طبيعي، فيتامينات طبيعيه كلها معموله من الحليب، معموله من اللحوم، معموله من صدور الفراخ، من صدور الرومي. في قسم كده بيبقى موجود تلاقي فيه المنتجات الطبيعيه بتاعه الدايت، وانت بتشتري لازم تبصي المقادير، النسب اللي موجودة عليها، المادة الحافظة اللي فيها تكون مادة حافظة طبيعية. حاجات كده كده بتبقى جميلة. لما تهتمي بصحتك بتعيشي بصحة، ومهما بقى عندك 70 سنة يبقى فيكي صحة، ومبقاش جسمك المرض اسم عندك بس مش متفاعل، مش نشط في جسمك. بص انا جبت هنا برضو صدور الرومي، عندي صدور رومي، عندي صدور فراخ، كل الحاجات دي تبقى متوفرة عندي. بجيب الحاجة الطبيعية وبجيب الحاجة الكويسة وبحطها عندي في التلاجة. هقول لكم ازاي تحفظوها زي ما انا قلت لكم تقسموها. ممكن الرومي ده مثلا لو قعد فترة اسبوعين اروح مقطعاه، خلاص فتحته برضو بقطعه أأمن واحطه والفه في ستريتش واحطه في كيس واحطه في قلب الفريزر قطع قطع على قد ما بستخدم، ولما استخدمه اطلعه اسيحه او افكه في الميكروويف واستعمله عادي لو انا مستعجله، او قبل الاكل مثلا بنص ساعه ساعه يسيح طبيعي. بيبقى عندي وبيبقى جميل جدا ومعاكم ان شاء الله باذن الله. هقول لكم ازاي تعملوا المنتجات الطبيعيه دي ببيتكم، في مطبخكم بأقل الإمكانيات، وهتبقى طبيعية وبيور وفيها فيتامينات وفيها كل حاجة. بس زي ما انتوا طلبتوا مني عايزين الحاجة اللي أنا بستخدمها، فأنا بعرض لكم الحاجة اللي أنا بستخدمها. منتجات طبيعية 100%، صدور رومي بس مضغوطة كده جوه بعضها بالبهارات والحاجات دي بتبقى جميلة. للحاجات الاستعجال، لما تكوني في السوق كنت خارجة ورجعتي عايزة جعانة تروحي العيش بتاعك جاهز. طبعا انا عاملة معاكم دي اللي ازاي تعملوا الخبز الشوفان وازاي تخزنوه وازاي تشيلوه. بصوا فيديوهات كتيرة جدا ان شاء الله بإذن الله بنزلها لكم تخليكم بصحة وعافية وبكامل صحتكم وكامل رونقكم. ولازم تتأكدوا كده ان الحاجات طبيعية وتجيبوها منتجات حق ويكون مكتوب عليها حلال، وتتابعي بقى الإرشادات اللي موجودة فيها. كل الحاجات دي انا بحاول اوريكي او اقلبها لك كده، اقلبها لك كده عشان تشوفيها، سندها كده عشان تشوفيها عشان هي مقلقزة شوية، لازم يكون مكتوب عليها حلال. وفعلا المكونات بتاعتها بالرومي بالدجاج بالفراخ، في بعروق الفيليتو زي ما انا قلت لكم. انا جايبه كل المنتجات بتاعتها، بس في اجزاء شايلاها في الفريزر حتت يعني، كنت فاتحاها وشايلاها قطع بتحتفظي بيها بستريتش في كيس خاص بالفريزر. جميله جدا المنتجات دي طبيعيه وجميله ورهيبه، وبقول لك اهو لازم تشوفي، لازم تشوفي وتتاكدي من كل حاجه وبشاور لك عليها. المكونات بتاعتها، طريقة الحلال، التاريخ بتاعها، كل حاجة لازم تشوفيها معاكي يطلع معاكي النتيجة زي ما انتوا شايفين كده جميلة. ولما بتجيبيها كمية على بعض ساعات يعني انا بلاقي دعاية اروح جايباها بصراحة، الاقي تخفيض اجيبها. هنا بقى بوريكي لو انت فتحتي ده عامل زي اللانشون كده، بس ان هو اللحم كتير، نسبة اللحم فيه 90%، جميل جدا اللي متخصص بالدايت وجميل، والباقي بهارات ونكهات ومدخن جميل جدا. بصي بتمسكيه تبرميه كويس جدا جدا لغايه ما البلاستيك بتاعه ده يتمط على بعضه ويكبسه كده ميبقاش فيه هوا، وبعدين احط عليه ستريتش وبعدين احطه جوه الكيس. او ما عندوش ستريتش يا جماعه يحطه في كيس، ممكن تقطعيه حلقات زي ما انت عايزه وتشيليه برده كيس كيس في الفريزر، او ممكن تحتفظي بيه كده في التلاجة. عايزه اقول لكم بيقعد عندي في التلاجة شهر ما بيحصلوش اي حاجه بصراحه، ما دمت انا محافظه عليه وكاتماه كويس وبرماه كويس كده. انا بوريهولكم، انا قطعت حته مخصوص عشان اوريكم ان انتي تعمليه ازاي. جميل جدا جدا جدا. طبعا بصوا كده الطريقه، تعمليها كده خلاص برمتيها، خلاص اتبرمت على بعضها، بتحطيها جوه كيس. عايزه اقولك ممكن يقعد عندك شهر في التلاجة ما يحصلوش اي حاجه على فكره.
تشيليه كده وعلى الرف بس بره وما يحصلوش حاجه، مش شرط في الفريزر. في الفريزر عايزه تشيليه اعملي اكياس اكياس على قدك، قطعيه حلقات رفيعه كده. ده اللي بنعمله بيه البيتزا. جميل جدا وما شاء الله عليه بصراحه، طعم ونكهه، لحم لحم لحم. كما تاكليه ممكن تقلي بيه بيض، ممكن تعملي بيه شكشوكه، ممكن تعملي بيه كل حاجه، فطاير، بيتزا، اي شيء بعمل فيه خاصه بالدايت عشان الواحد يتنوع ويبقى عنده حاجات كويسه. باكد عليكم، انا هنا باكد عليكم ان هو لازم يكون ما جواهوش هوا، ويكون ملفوف كويس. تعالوا بصوا معايا برضو البسطرمة ديت بجيبها كده بالكيلو. البسطرمة دي بسطرمة اماراتي بتعيش عندي برضو مدة. بجيبها بتبقى لحم صافي، ما فيهاش ريحة الثوم، كمان للناس اللي ما بتحبش ريحة الثوم او عندها مشكلة شايلة المرارة، بيبقى الهضم بتاع الثوم بتاعها ضعيف شوية. برضو بجيبها كيلو، بتبقى كيس كده كيلو، بتشال عندي في الفريزر، جميل جدا. بتاخدي منها جزء تخليه بره، بتلف وبتشيليها في الفريزر، بتقعد عندك في الفريزر، ممكن تقعد سنة ما يحصلهاش اي حاجة. وكلنا عارفين المصريين ان البسطرمة بتعيش مدة طويلة جدا. طبعا انا بسيب لكم جزء كده افرجكم على الحاجة وعلى المنتج والشيء، الحاجة اللي انا بستعرضها معاكم، المنتجات الطبيعية اللي أنا بستخدمها في الأكل بتاعي، الأكل الصحي، بسيبها قدامكم عشان خاطر تشوفوها. جميلة جدا ورهيبة. وعايزة أقول لكم الكيلو بتاعها فيه بركة، بيقعد عندي شهر لو أنا بس عملته، بس عشان يعني أنا وأنا جبته وهاكل بس الحاجات دي كده كتير ورا بعضها، أو أعمل بيها فطاير، أو أحشي بيها أي حاجة، سمبوسك، بيتزا، أي شيء يخص الدايت بعمله بيها. لحوم طبيعية للناس برضو، لولادي اللي موجودين معايا، مش كل اللي موجود معايا في البيت بيعمل دايت. منتجاتها جميلة جدا 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 ورهيبة وجميلة، القيمة الغذائية بتاعتها عالية، بلحمة صافي صافي صافي، وكل اللي موجود فيه ملح. بس هو فيه حاجة بس تركاية كده، الملح، نسبة الملح فيه عالية جدا. فانتي لما تستعمليه تقطعيها قطع صغيرة وتحطيها، وبتيجي الكيلو على بعضه بشيله في قلب الفريزر. تجزئيه زي ما انت عايزه وتشيليه، عايزه تاخدي من الكيس وتلفيه وتشيليه في الفريزر، شيليه بالطريقه اللي انت عايزاها، استخدميه، جميل جدا جدا جدا. وشيليه عندك، يقعد عندك مده كبيره لغايه ما يخلص. وبالنسبه لسعر البسطرمه ده، لا ارخص منه على فكره، جميله جدا. البسطرمه العاديه اللي بتبقى متغلفه من بره بالثوم والبهارات والحلبة وكده. ان شاء الله باذن الله برضو على القناه هعلمك ازاي تعمليها، بس شجعونا يلا وكبروا الفيديو كده، وقولوا لنا ايه رايكم في المنتجات بتاعتنا. المقصود المنتجات اللي انا بستخدمها على فكرة مش بتاعتنا، يعني بتاعتي اللي انا بستخدمها في الحاجات. لما تجيبوها وتجربوها قولوا لي ايه رأيكم فيها، وهي فعلا طبيعية ولا لا. وكل الاوصاف وكل الحاجات اللي انا بقول لكم عليها ده كلام طبيعي من الطبيعة. انا بستخدم الحاجات دي وجميلة جدا جدا جدا، رهيبة 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 رهيبة. جربوها. تشيليها بقى، بصي بقولك شيليها حبة حبة، تشيليها كلها على بعضها، تخلي الكيس وتطلعي، سبحان الله، تقعد في الفريزر وتطلعي وتورقي منها وتحطي، جميلة ومتقطعة رفيعة جدا، فعشان كده بتديكي كمية كبيرة. جميلة جميلة بصراحة. دي متوفرة هنا في الدول العربية، هي منتجات الإنتاج بتاعها دولة الإمارات الحبيبة. جميلة جدا. والحلو فيها ان هي زي ما انا بقول لكم طبيعي، والكيلو بتاعها كيلو، جميلة جدا تعيش معاكي. تاخدي منها وتلفي الكيس كده، والحتة اللي انت فاتحاها من فوق دي لفيها كده عليه جامد. تلفيها كده جامد، وبرده تحطي عليها الاسترتش، تحطيها. اهم حاجة وانت بتشيلي حاجتك لازم تأمنيها وتخليها كده ايه، مكتومة كويس،
عشان خاطر ما يخشهاش اي بكتيريا ولا اي حاجه من التخزين او من الفريزر. يا جماعه الحاجه المكشوفه في الفريزر بتاخد بكتيريا من الفريزر، حتى لو احنا بننضف الفريزر كل فتره. فانا برضو بوريكم البسطرمه. البسطرمه جميله جدا وصحيه، بروتين عالي، طبعا لحمه احمر بس جميله جدا جدا. جربوها وجربوها. بالنسبه للناس الموجودين هنا، الجبنه الصفرا بصوا مقطعها قطع كده اهو، قطعتها بعد ما كانت كده قربوسه كبيره، تشيليها في التلاجة عادي. ديت الجبنه الصفرا ما بيحصلهاش حاجه. الجبنه دي على فكره اللي احنا بنبشرها كده فوق المكرونه وفي الاكل الايطالي والحاجات الايطالي. الجبنه دي غاليه بس قيمتها فيها، القيمه الغذائيه فيها عاليه، نسبه البروتين فيها عاليه لانها طبيعيه. كل دي منتجات طبيعيه بيور بيور، جميله جدا ورهيبه. تديكي قوة، تديكي طاقة إيجابية جميلة جميلة جميلة. بتحسي كده انت سعيدة اما تاكلي أكلة وانت عارفة الأكلة دي كلها كل اللي فيها طبيعي، فيتامينات كده بيور، رهيبة جدا. بوريكم ان هي اهم حاجة تكون متغطية كويس ومحفوظة كويس. ان شاء الله باذن الله كده الفيديو يعجبكم ويحوز على اعجابكم يا جماعه. والله الواحد بنتعب جدا عبال ما نعمله ونقدم لكم ونقول لكم. فان شاء الله باذن الله نكون عند الحزن الصن كده، وكل الحاجات اللي احنا بنقدمها فيها رضا تام. وانا بحمد ربنا بصراحه بتعليقاتكم الجميله وتشجيعكم لينا. خلاص كل دي المنتجات الطبيعيه اللي انا بستخدمها معاكم في الوصفات بتاعتي، جميله جدا. الجبنه دي بقول لكم جميله جدا جدا جدا. في جبنات بتبقى معموله بحليب وكل حاجه، بس نسبه البروتين فيها عاليه قوي، لكن دي لا، نسبه البروتين بتاعتها حلوه متساويه. فعشان كده باكد عليها وبشاور لكم عليها. بصوا بقى الجبنه برضو الموتزاريلا، منتجات كشكوان دي جميلة ونسبة الحليب فيها عالية، وتاخدي منها وترجعيها تاني وتلفي عليها الاسترتش وتعملي بقى سندوتشات على فكرة كده، جميلة جدا. طعمها في كل الأحوال، النوعين الجبنة دول طعمهم في كل الأحوال، حتى لو بتعملي سندوتش عادي جميل خطير رهيب. والله بجد بأمانة، مش احنا ما بناخدش حاجه من الشركات، لكن احنا بنقول لكم المنتجات اللي موجوده. انا جربتها عن نفسي، في منتجات كتير على فكره حلوه، بس ان المنتجات دي اللي انا حبيتها جدا الايام دي، وفعلا عطيني طاقه وحيويه ومخليه الواحد بصحه كويسه. فعشان كده انا حبيت اللي انا اقول لكم عليها. ما احنا دايما كده عشان خاطر الدنيا بقت غالية لازم نقول لبعض دي الحاجة دي غالية وكويسة وكده، بس خدي بقى الحاجة المفيدة اللي طعمها كويسة، اللي نكهتها عالية، اللي نسبة البروتين فيها عالية، نسبة الفيتامينات فيها طبيعية. ودي اهم حاجة في المنتجات اللي انت لازم تستعمليها للأكل الصحي، الأكل الدايت. المنتجات الطبيعية جميلة. دي بقى هنعمل بيها معاكم بقى فطاير، وهنعمل بيتزا ومن غير ما نعجن، ولما نعجن وكل حاجة هعمل بيها معاكم حاجات جميلة جدا. بصوا بقى هنا انا اهو، بصوا حفظتها بقى كويس ولفيتها بالاسترتش. حاولت اوريكم كده بقى بعدين استخدمتها. بعد ما استخدمتها مسكتها جبستها كده خلاص، حطها بقى في التلاجة تقعد عندي مدة جميلة 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 مهما قعدت. انا عايزة اقول لكم القالب ده عنده بقاله اسبوعين. كنت جايبه قالبين، واحد خلاص وده خدت منه كده جزء، بقى لهم اسبوعين سندوتشات ليا وللعيال وبيتزا ليا وبيتزا للولاد، رهيبه رهيبه رهيبه. وهنزل لكم برضو في الفيديو ده طريقه البيتزا بالعيش العادي، بالعيش الصحي، بالعيش التوست، بالعيش الكايزر، فاتحه وعاملاه سندوتشات. الفيديو ده كنز كنز جميل جدا جدا جدا، ومصوره لكم بعنايه، ومصوره لكم تصوير كويس. وازاي تعمليها على الميكروويف، دي انا عاملاها في الميكروويف يا جماعه. وده خبز صحي اللي هو خبز الشوفان بالحبوب جميل. وفي واحد برضو عاملاه بالخبز العادي البر بتاعنا هنا في السعوديه، جميله، حاجات جميله. وبس تقطعي كده عليها مع حته نص قرن فلفل، عملت بيتزايه جميله من غير معجن ولا اعمل اي حاجه، بالفطاير اللي انا ببقى عاملاها بالحبوب والشوفان وشايلاها في قلب التلاجة.
يعني عارفة ما بتجهزي حاجتك في القناة دي هعلمك ازاي تجهزي تعملي اكل بيتك واكل ولادك، وفي نفس الوقت تعملي اكلك وما ياخدش معاكي وقت. انتي في الميكرويف ما خدتش معايا دقيقتين، دقيقتين في الميكرويف طلعت عندي من النتيجة اللي انتوا شايفينها دي. صورتها لكم من قريب، صورتها لكم من بعيد، وهو في الاخر ايه الرغيف اللي احنا عملناه معاكم في وان شاء الله باذن الله بنزل لكم الفيديو بتاع العيش ازاي تعملي عيش الشوفان بالحبوب قريب. دي انا بقى مجهزاها وشايلاها في الفريزر، اطلعها يا دوبك بس احط عليها الحاجات على وشها وتبقى عندكم بالطريقه انتوا شايفينها. كل المنتجات اللي كانت موجوده قدامكم في الفيديو معاكم كده انا عملت بيها البيتزا، بس حطيت عليهم بس نص قرن فلفل كده بس، يعني للنكهه وللطعم ورفع القيمه الغذائيه، رفع الفيتامينات. ما بتاخدش معانا زي ما انا قلت لكم، في ميكروويف ياخد دقيقتين، في ميكروويف ياخد 3 دقايق تسيح بس الجبنات. والجبنه لما بتسيح بتعمل على تسويه اللحوم بتاعتها، والفلفل بتلاقيه بيقرش كده وجميل، والطعم بتاعها والنكهه بتاعتها جميله جدا. ان شاء الله باذن الله كل ده بيتعمل معاكم عملي وتلاقوه موجود على القناه. حاجات جميله وحاجات طبيعيه موجوده عندنا، احنا جبناها بعنايه وبثقه جميله جدا. اتمعنوا كده بقى وشوفوه. انا عايزه اجوعكم فبفرجكم كده قبل انا ما اكل، ايه رايكم؟ بصوا بروح واجي كده بالكاميرا والعب بالكاميرا عشان كده اشوقكم للدايت. دايت، بس ايه؟ بس اكل يفتح النفس، مش دايت وتعملي دايت وانت متضايقه او ومخنوقه ان انت بتعملي دايت. لا، ده دايت وانت بتاكلي حاجات جميله وطبيعيه ورهيبه. تعالوا شفتوا كده بقى معايا انا سايباكم تتفرجوا. هنا دي العيش الكايزر بتاع البيتزا، بتاع قصدي الهمبرجر، قطعته كده نصين وحطيت عليه. ده لولادي برضو عايزين ياكلوا معايا. طبعا جايه مستعجله، ورحت ماسكه كده العيش فاتحاه نصين، حطيت عليه الجبنه وحطيت عليه الصدوق وحطيت عليه البسطرمه. مش عايزين فلفل مش مشكله، اكل انا الفلفل. وعملت الفطار اللي انتوا شايفينها دي، حطيتها في الميكروويف، قعدت عندي في الميكروويف كام دقيقتين. وهنزل لكم برضو الطريقه بتاعتها واحنا ماشيين كده مع بعض، هتشوفوا الفيديو بتاعها جميل جدا، جميله وريحتها رهيبه 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 رهيبه. جبت بقى عندي بقى انا عيش التوست، وتعالوا بقى نخشوا معانا نعملوا الفطاير بتاعتنا. ايوه طبعا ما احنا عاملين دايت وبرضو كنا مع بعض في مشوار واحد. رجعنا بقى من السوق، تعالوا بصوا يا دوبك طلعي تك 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 قطعي يلا ورصي كده فوق الخبز. هعملها معاكم بس انا بوريكم الاول، بشوقكم كده للحاجات بتاعتي والفيديو بتاعي بعرض معاكم في الميكروويف. سويتها بس النتيجة بتاعتها رائعة رائعة، والله كلمة رائعة بس شوية، وريحتها جميلة جدا. منتجات بقى ألبان وهيصة. والله أنا بفرجكم على الوجبة بتاعتي وجمالها، وأنا خلاص يعني عصافير بطني بتزقزق. عملتها في 3 دقايق، ما خدتش معايا وقت. يا دوبك قطعت قرن الفلفل وقطعت البسطرمه والجبنه. بجهز الحاجه كده عبال انتوا ما تتفرجوا واستعرض معاكم الفيديو وطريقه عمايله جميله 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 جميله. بصوا اتفرجوا، كل واحده بنكهه، واحده باللانشون،
واحدة بصدور الفراخ، واحدة بالبسطرمة. بصي تنغمي كده وانت بتعملي، جميلة جدا يا بنات، ريحتها رهيبة 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 رهيبة. الجبنة بقى ساحت وناحت ونزلت كمان بقى من تحت العيش كده، حطيتها بس في الميكروويف. قلبي الصغنن لا يتحمل، رهيبة. يلا بقى تعالوا معايا بقى شوفوا. ادي العيش، ادي قرن الفلفل، ادي التوست بتاعي، ادي الجبنة، ادي اللانشون، ادي الجبنة الموتزاريلا. يلا بينا نعمل الفيديو بتاعنا، فيديو جميل ورهيب وسريع وما ياخدش معاكي وقت، وحاجة ولادك يحبوها وجميلة وخطيرة. هنعمل بيتزا وحدات وحدات صغيرة بالعيش الكايزر وبالعيش البر للدايت والحبوب، جميل جدا. بجيبه من السوبر ماركت الوقت الزنقة كده، والردة غني 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 بالألياف الطبيعية، خبز دايت 100%. بصوا كل ده كده هعمل معاكم فطاير او بيتزا وحدات، بيتزا سريعة من غير معجن، من غير مخبز، من غير محوسة، من غير اي حاجة، ما تاخدش معاكي غير 3 دقايق في الميكروويف و5 دقايق على شواية الفرن، وتكوني مقربة كده الفطاير لوش الايه الشواية، ما تاخدش معاكي وقت، جميلة جدا. العيش ده انا برهولكوا ليه كده وبتمعنكم معاكم عشان اقول لكم نسبة الالياف لازم تكون فيه عالية. والعيش الكايزر ده بقى لولادي عشان طبعا هم مش عاملين دايت، لكن برضو بياكلوا معايا من الحاجات الطبيعية، الفيتامينات والمعادن والحاجات دي بتبني جسم ولادنا وحبايبنا. ودي الجبنة اهي، بصوا ما انا بقطعها بقى كبير، قطع كبيرة وقطع صغيرة، بقطعها زي ما انا عايزة كده وافصلها واشيلها. في عندي برضو جبنة تانية صفرة اورانج كده، شايلاها في الفريزر، وان شاء الله بإذن الله هعمل بيها حاجات جميلة معاكم. برضو انا بجيب انواع الجبنة الصحية، الجبنة الصحية دي واشيلها، ويمكن في اول الفيديو هقول لكم على كل الانواع دي. دي الجبنة الموتزاريلا برضو رهيبة، دي اصل الجبنة الموتزاريلا عايزة اقولك يعني نقوله 98-90% منتجات حليب، غير بقى طبعا وبتبقى مستوية وكده، تستوي لغاية ما تنزل كده تطلع منها الجبنة الموتزاريلا، حاجات طبيعية. والبريوني ده برضو بقري طبيعي، لحم بقري طبيعي، جميل جميل جميل. كل المنتجات عندي طبيعية وبوريكم الاسم، لازم نكونوا متأكدين ان هو حاجة طبيعية، وتكوني جايبة شركة انت واثقة فيها ومجرباها قبل كده، وطعم اللحمة موجودة فيها والنكهة فيها جميلة. يا جماعة انا ايه بحاول ان انا اوريكم كل حاجة بدقية، عشان خاطر الناس بتقولي انت مش بتقولي عن الحاجة اللي بتستعمليها، قولنا الحاجة الطبيعية. انا كده وريتكم كل حاجة وحضرنا بقى كل حاجة، وهنبدأ بقى ننفذ معانا ان شاء الله بإذن الله الفطاير. انا بقول لكم هنا هقطع العيش بقى نصين، وهقطع الفلفل واقطع الجبنات واجهز كل حاجة واللانشون وكل حاجة، واجيب الطبق يكون ينفع يستحمل حرارة الفرن او حرارة الميكروويف. لازم تستخدميه في اي حاجة تكون، او صينية المتوفر عندك حضريه قصدي وجهزيه عشان نبدأ نشتغل مع بعض الفيديو بتاعنا. قطعي كل حاجة، بقولك نقطع كل حاجة ونجهز كل حاجة، ويلا بينا نجهز الفيديو بتاعنا. المكونات عندنا كلها ايه زي ما انتم شايفينها طبيعية، ما عدا بس الخبز الابيض اللي هو الكايزر ده بتاع اللي هو كنت عاملاه في فيديو، هو بتاع ايه، بتاع اللي بنعمل بيه الهمبرجر، وحط عليه شوية سمسم. طبعا كل الحاجات دي كنت مجهزاها وشايلاها في التلاجة عندي، بتبقى جميلة جدا وقت ما اكون مثلا كده جاية مستعجلة اعمل الحاجة بسرعة، حضر الصحون وحضر الحاجة بقى وارجع لكم واقطع. يلا تعالوا بقى بصوا، قطعت كل المنتجات اهي بتاعتي وكل الحاجات بتاعتي، وجهزتها، وجهزت العيش التوستر اهو، وجهزت برضو العيش الكايزر، جهزت كل حاجة كده وبسم الله ما شاء الله، حاجة كلها جاهزة كده ومستعدة
جميلة جدا. وقطعت، بصوا بقى، قطعت كل حاجة، قطعتها اهي. الجبنة دي قطعتها سلطة بشر، بس طبعا انا ما عنديش وقت، فقطع يلا مكعبات، كلها فيتامينات داخلة جسمنا يعني. وقطعت البسطرمة صغننة عشان البسطرمة حادقة. قطعت برضو ال البيف ده، قطعته اهو حلقات، او اللانشون سميه زي ما تسويه، بس هو ايه، لحم طبيعي بدهون طبيعيه. قطعت الجبنه الموتزاريلا، قطعت قرن الفلفل، خدت بس نصه بصراحه قطعته، لاني هستعمله بس في العيش التوستر الدايت. جهزنا كل المكونات، كل المكونات بتاعتنا قطعناها. آه كبيره بقى صغيره، انتي حره تبع ما انتي عايزه. انا بقول لك هنا بصي، دي قطعته ازاي، دي بقى قطعته ازاي. قطعت الحاجه وجهزتها. الكمية بقى صغيرة كبيرة تبشريها تقطعيها تعمليها. بس بنبه عليكي واعيد عليكي كذا مرة ان البسطرمة بتاعتنا حادقة، فلازم تقطعيها قطع صغننة. كل الحاجات دي بتبقى حادقة ما عدا البسطرمة بتبقى حادقة. فبحط البسطرمة مع اللانشون او مع الصدور الفراخ المدخنة، بيديني نكهة. وفي نفس الوقت يبقى هو الملح والبهارات بتاعت البسطرمة واللحمة جميلة، ورفع القيمة الغذائية بتاعت الحاجة بتاعتنا. يلا بينا بقى ايه نعملهم مع بعض واحدة واحدة كده. ونتفرج ازاي هنرص الحاجة بتاعتنا عشان خاطر تدينا شكل البيتزا، شكل الفطاير. نبدأ معاكم حاجة حاجة. انا بقول لكم هنا لازم الصحن يكون يقبل يخش الميكروويف او الفرن عشان ما يتكسرش منك كساره. لازم تكوني عارفه ان هو بيستحمل درجه حراره. لازم ما كانش كده حطيها في صينيه ألمونيا او في صحن فوين او في صينيه فوين، اي حاجه تخش عندك الفرن. الفوين يخش الفرن، الحاجه الصيني بتخش الميكروويف. خلي بالكم الميكروويف ما بتحطش فيه الحاجات الألمونيا. قطعت العيش الكايزر اهو، طبعا متلج فباين معايا كده ايه فرولة شوية. كنت مطلعاه من الفريزر، وقطعته قسمته كل واحد نصين. جهزنا كده الحاجة بتاعتنا. برضو خلي بالك الصحن لازم، بأكد عليك الصحن لازم يكون يقبل يخش الميكروويف. جماعة خلي بالكم عشان خاطر الميكروويف بتاعي بيسوي، فعشان كده طبيعي يعني ايه زيه زي الفرن الكهرباء. جهزنا الاتنين، هنبدأ بقى ايه نرص. حطينا الاتنين جنبينا ونبدأ نرص مع بعض لغاية بالطريقة اللي هقول لكم عليها دي اللي انتوا شايفينها. طبعا مش محتاج كلام، خلاص احنا اتكلمنا وعرفنا المنتجات بتاعتنا والحاجات بتاعتنا وازاي هنعملها وازاي نستخدمها وايه الشيء الصح اللي احنا نستخدمه. هنبدأ بقى ارص معاكم الجبنة الموزاريلا. انا باخد قطعة الجبنة الموزاريلا بضغط عليها بطاطا بايديا بصوابعي عشان تتفرد معايا وتبقى طبقة رفيعة تحت الحاجات اللحوم بتاعتي والحاجات بتاعتي تمسك في قلب الخبز، يبقى كأنها بيتزا طبيعية، وحدات بيتزا طبيعية. اهم حاجة تضغطي بيه اهي. انا بوريكم واعيد وازيد في نوع الجبنة يا جماعة عشان خاطر الدايت عايز حاجات طبيعية ونسبة البروتين فيها تبقى عالية. بقول لكم هي منتجات حليب طبيعي. بقطعها قطع بقول لكم، وبدوس عليها بصابعي كده افردها، يا اما تبشريها بمبشره، بس هي عشان لينه قوي لينه طريه. منتجات الحليب ما بتبقاش مفروله، بتبقى طريه. انما اللي هي فيها دقيق او نشا بتبقى منتجاتها مفروله. فدي بحب ان انا اقطعها واضغط عليها بصابعي كده افردها. ونبدا بقى نحط في العيش. باكد عليكم ازاي هي، بحاول احط كده في كذا واحد عشان تشوفوها قدامكم. اضغطي عليها بصابعك وحطيها، بططيها كده وحطيها.
تقعدي بقى ترصي وتفصلي بقى ايه على زي ما انت شايفة، زي ما عينك شايفة، وعشان خاطر تبقى غنية يبقى كده البيتزاية بتاعتك او الفطيرة بتاعتك او وحدات البيتزا تبقى كده غنية، الشرايح بتاعتك تبقى غنية. يلا رصوا. انا بقى عماله ابطط في الجبنه هنا في الوقت اللي انتوا شايفين فيه الصوره، انا لسه ايه بفعصها كده بايديا بصوابعي كده عشان افردها، عشان خاطر ايه تبقى في كل حته في الشريحه بتاعتي، لان هي هتسيح جوه الميكروويف او جوه الفرن وتنزل كده جوه الخبز وتديكي طعم ونكهه جميله، فلازم تفرديها فرد كويس. ابدأي بقى فوق الجبنة تبدأي تحطي الفلفل المتقطع، هنبدأ بقى نشوف هنحط ايه للفلفل فوق الجبنة عشان يلزق في بعض. الجبنة دي هتعمل عملية تغرية تلزيق كل الحشوة اللي فوقيها في قلب الخبزة، تبقى قطعة واحدة، وحطي كده كتير عشان يبقى القيمة الغذائية بتاعته عالية. حطي على قد ما بتحبي الفلفل الأخضر، فيتامين ألف وب وحديد وكالسيوم، يا جماعة الناس النباتية تاكل فلفل، نسبة البروتين والألياف والفيتامين ألف فيه عالية جدا وجميل جدا جدا جدا. مريض المناعة والمناعة عنده نشطة ما ياكلش فلفل كتير، لكن في الوقت اللي فيه ركود والدنيا عندك متظبطة عادي تاكلي منه. بس أنا بديكم معلومات دي من دكاترة قايلينها لي يعني، ودراسة يعني دراسة بأمانة، أنا أعتبر خدت كورس في الأمراض المناعية عشان خاطر أعرف إزاي أخلي نفسي كده بصحة، وأعمل لكم حاجات وأصور وأنقل لكم كده الواقع اللي أنا عايشاه في أكلي وفي شربي وفي حاجاتي وفي فيتامينات، عشان تعيشوا كده بصحة، نعيشوا مع بعض بصحة كده. معلش احنا في العمايل هناخد وقت لان عشان خاطر ايه يبقى الحشوة بتاعتنا كده قدامكم بطريقة مفسرة ازاي بتتعمل. بصوا بقى الشرايح دي بقى اللحم دي رهيبة، ريحتها جميلة جدا بصراحة، بحب نكهتها رهيبة. في منها نوع ما بيكونش نسبة البروتين فيه 90%، ده نسبة البروتين 90% جميل جدا وصحي. في أنواع نسبة البروتين 40 30 50، لا أنا بحب أجيب الحاجة اللي نسبتها عالية، بحافظ اللي أنا أرص رص كويس عشان كل المكونات تسيح مع بعضها وتلزق. محضرة البسطرمة كده في ايدي برضو بقى عشان احطها فوقيها، يقوم تنكه بقى في الحاجات اللي داخلية زي ما احنا اتفقنا. بس بقول لكم احط بقى جبنه من البخشوين ديت اللي تتبشر دي، تدي نكهه وطعم كده فوق الفلفل، عايزه احط كده في النص بتعمل نكهه جميله. نسيت وحطيت بس فلفل بس، فانا هحطها كده بصوا تحتيه وبعدين احطها فوق. ليه؟ عشان الفلفل يلزق في الجبنه اللي تحت ويلزق في الجبنه اللي فوق، يلزق معانا اللانشون وتلزق معانا البسطرمه. خليكوا واخدين بالكم كده من الرص، يعني ممكن انا بعد ما حطيت رجعت تاني شلت عشان خاطر عايزة اوزع النكهة بتاعتي والطعم يبقى جميل. والجبنة بحبها كده كتير عشان تسيح وتشرب العيش من تحت، وفي نفس الوقت تمسك الفلفل في اللانشون بتاعي اللي هو الطبيعي ده، نسبة البروتين فيه خلي بالكوا 90%، جميل جدا، والباقي دهون.
اول واحد كده وانتي بتعمليه بتبقى تتفنني وبتفكري له كويس عشان تعمليه بطريقة كويسة، وبعد كده بقى خلاص بتبقي عرفتي القصة اللي انتي عايزة تمشي عليها او السيناريو اللي انتي حطيتيه للشندوتش بتاعك. ايوه، امال ايه، الشندوتشات دي مزاج. خلي الحاجة كده جبل، اول ما بتخش بقى كله بيسيح في بعضه. اوه يا خبر ابيض، بتبقى النكهة رهيبة 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 رهيبة. حبيت احط برضو بسطرمة كده مع الجبنة. انا عمالة افكر وانا بشتغل ان انا ازاي ارفع النكهة والبهريز بتاعه. انا بعمله معاكم مباشرة من قبل ما افكر ازاي اعمل فيديو ولا الكلام ده، لا انا بجيب الحاجة ونبدأ نفكر وننجز مع بعض زي ما انتوا شايفين. دي اخر خطة بقى هنعملها مع بعض كده. البسطرمة تبقى تحت فوق الجبنة عشان الملح، فاخدين بالكم الحاجات اللي تحت عدبة ما فيهاش ملح كتير، يبقى البسطرمة كده تنكه اللي تحت. ما حبيتش اقص حاجة، بالعكس انا قلت كده عشان يبقى تفكيركم وذهنكم حاضر معايا. حاولي تحطيها فوق الجبنة كويس. بس بوريكوا كده ايه كلها كده كويسة. احط، ممكن على فكرة ارجع في كلامي دلوقتي واشيل واحط جبنة. يا قلبي يا قلبي يا قلباه، رهيب والله رهيب. يلا البنوتة اللي طلبت مني كده بالراحة عندها تصلب لويحي، فقالت لي اعرضي لي كل حاجة بالراحة، فانا عرضها لك اهو بالراحة خالص، بتفصيل بتفصيل التفصيل. حطي بقى جبنة موتزاريلا، وبعدين حطي بقى عليه جبنة بغشوين، حطي بسطرمة تاني، حطي جبل بقى، حطي ورصي بقى. هي مش عايزين يبقى الخبز كتير، عشان كده بنحب نعمل الحشوة كبيرة عشان نسبة الفيتامينات اللي تخش جسمنا تبقى جميلة كده وكتيرة ورهيبة. بس بصوا كده كفاية بقى يا قلبي، نعمل كله بقى بنفس الطريقة. يا قلبي دي من جوه قلبي، لان انا دقت النكهة والطعم رهيبة. جبت حتة جبنة موتزاريلا كده اكبر واحطها. انت بتقعدي تفكري بقى وانت شغالة. كل ده بقى ايه، ضغطيه كده. لازم الضغطة دي على فكرة عشان تقولي له خش بقى الميكروويف ولا الفرن كده الزق في بعضك. تبقى الجبنة التانية يا قلبي. عايزة اقول لكم انا الوجبة دي لو كلت منها كل يوم والله 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 اشتاق لها، اعشقها. يلا قومي بقى اعملي البيتزا، لا تعجني ولا تخبزي، بالشرايح التوست الصحية واعمليها رهيبة رهيبة. بصي بقى ايه، بلاقي حاجات باينة، لا الحاجات دي لازم تتغطى. هو الفن في التكنيك والرص بتاعك، حتة الفنية لازم تبينيها في اكلك. بقولك كده القيمة الغذائية بتاعته عالية. هتاكلي الشندوتش كده قنبلة، واحد بس توست واحد بس يشبعك. خلاص كده كله هنعمله بنفس الطريقة، اركن على جنب. فهمتوا؟ اركن على جنب كده. نسيت اقول لكم الملحوظة، نشيل ده ونجيب ده. ليه نركن؟ تعالوا بقى نعمل التاني بنفس التكنيك ونفس الطريقة. بس هما مش عايزين فلفل، ولادي بقى. ابني ما بيحبش الفلفل، مش عارفة ليه، مع انه كله فيتامينات والقيمة الغذائية وحديد.
بنفس بقى التكنيك ونفس الرص ونفس الروقان اللي انا بعمل بيه ده تعملي بيه. اعملي الحاجة كده بحب، كل حاجة بفن وحب. بوريكم ان انا بصوا العيش كل حاجة لازم تحطي الجبنة الموتزاريلا تحت، ولازم تبططيها كده وتملي عشان خاطر تلزق كل الحاجات اللي هتحطيها على الوش. خليكم معايا كده شايفين واحدة واحدة. بسطرمة بقى واللانشون بقى ورصي. على فكرة ممكن تقطعي اللانشون ما تسيبوش كده دواير، ده بيف على فكرة، تقطعيه كده وتحطيه. بيف الدايت ده بيبقى نسبة البروتين فيه اعلى. حطوا بقى البسطرمة تحتيه، ممكن اقطعه نصين واحطه. وانتي بترصي كده بتفتكري ولادك بيحبوا ايه، بيعملوا ايه، ايه بيحبوه اكتر، ايه بيحبوه اقل، وتفضلي بقى ايه تعملي الحاجة كده بحب. مش معنى كده ان هي حاجة سريعة ما نعملهاش بتقنية وحب، لا طبعا. وزعي البسطرمة عشان ما يبقاش حادق، وبعدين بقى يلا حطي اللانشون البيف بتاعك او اللانشون زي ما تسميه، بس هو نسبة البروتين فيه لازم تكون عالية، ميكونش فيه حاجة بروتين طبيعي. خليكوا بقى ايه ماشيين معايا كده لحظة لحظة. الجبنة التانية بقى حطيها على الوش. انا خليت كل حاجة فيه كده، لو تاخدوا بالكم كل حاجة طبقة مع نفسها. كل واحد يعمليه بطريقة هتبصي تلاقي ايه ولادي كل لا ده نكهته كذا، ده نكهته كذا. برضو اما تعملي الحاجة بعناية بتحسي انك انتي كأنك عجنتي وخبزتي وعملت كله. دي هنا بقى احط عليهم جبنة موتزاريلا من فوق، وبعدين احط الجبنة التانية. ليه بقى؟ عشان الجبنة اللانشون كتير تلزق ال- اللانشون في البسطرمة في الدنيا دي كلها. حطي بقى الجبنة التانية اهي عشان مقطعة، المفروض تكون مبشورة يا جماعة، بس طبعا عشان ضيق الوقت بس معلش. كله بقى هيتعمل بنفس العناية ونفس التفصيل، كأنك بتعملي تابلوه ترسميه. الشندوتش يتعمل بحب يعجب الدنيا ويعجب ولادك. اهو كده بقى كله بقى يتعمل بنفس العناية ونفس الدقية ونفس التفصيل والطبقات، وتكوني بتدرسي طبقة وطبقة طبقة وانتي بتحطيها عشان الجبنة الموتزاريلا، وده يلزق في ده وده يلزق في ده، واللي يمسكه يبقى كله كده مع بعضه قطعة واحدة، نكهة واحدة، طعم رهيب، ريحة كده تضرب في الدماغ. هنعمل كله بنفس الطريقة، ده وده بنفس الطريقة كده، هنكملهم كلهم ونعملهم. بصوا سندوتشات معمولة بدراسة وعناية جميلة جدا ورهيبة. تمعنوها كده بقى قبل ما اكمل الباقي، وهجيب بقى رغيف بر كمان وهعمله. يا قلبي جبت رغيف البر وعملته، ده معلش بقى اتمسح وانا بفنن فيه وبعمل فيه. ده العيش ان شاء الله بنزل لكم فيديو برضو كامل عن نفس الطريقة. عملت ده وعملت ده وعملت ده. في ناس عندنا صيام متقطع، وفي ناس عندنا كيتو، وفي ناس عندنا دايت يحبوا عيش الدايت الشوفان ده بالحبوب.
فكل بقى اللي موجودين ان انا حاولت ان انا اراضي الكل واعمل لهم بنفس الطريقة ونفس التكنيك ونفس المكونات، اعمل لهم كل حاجة وكل واحد ياكل اللي هو عايزه عندي. الفطيرة بتاعتنا جميلة جدا جدا جدا، مستوية في قلب الميكروويف او على شواية الفرن. طبعا عشان انجز في حاجات حطيتها، دي حطيتها على شواية الفرن وبعدين دخلتها برضو في الميكروويف كده، سيحت الجبنات في بعضها. الجزء بتاعها معلش اتمسح، هبقى اعمل لكم واحد تاني كامل مكمل. جميلة 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 جدا جدا، وريحتها جميلة. كل دقيق مع المكونات اللي فوقيه بيديكي نكهة جميلة جدا ورهيبة. برضو التانيين هيستووا وحرهم لكم، هيبقوا برضو قدامكم كده جمال جدا وخطيرين. قلت بقى افرجكم على ده عبال ما يطلع التاني واوريه لكم. رهيب ولا رهيب. عيش الشوفان بالحبوب بنبقى عاملينه مجهزينه في الفريزر، طلعته برضو قعدت ارص كده بعناية وبدقية وبحب وحطيته في قلب الفرن. بعد الفرن دخلت الميكرويف. تلاحظوا البسطرمة مستوية، اللانشون مستوي، الفلفل مستوي، الجبنة ساحت وناحت وبقت جميلة 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 فوق ما تتصوروا. والريحة، ريحة البسطرمة مع اللانشون مع الجبنة، وبصوا كده رهيبة رهيبة. والعيش بقى ايه، الجبنات دي عشان طبيعية وحليب طبيعي ولبن بخيره، بتبقى شاربة كده الدهون بتاعة الجبنة. يا خبر ابيض، رهيبة رهيبة مهما اقول لكم عليه، اكتر اكتر من رهيبة. التانيين في الفرن لسه ما طلعوش، هيطلعوا وهوريهم لكم. يلا بقى الفطاير بقى اللي هي بالعيش الكايزر اهي طالعة. يا خبر ابيض، وادي كمان التانية التوست. يا جماعة يا جماله يا جماله، جميلة جدا. جربوا وصفاتنا جميلة اهي، واللانشون استوى والبسطرمة اتحمرت وده وده، بصوا ما شاء الله جميلة جدا. وريحة البيت كده جميلة وخير، ريحة تحسيها الدهون بتاعتهم لما ساحت بتاعت الجبنات عطت كده ريحة الزبدة السمنة الفلاحي، كأنك بتسيحي. جميلة جميلة. تمعنوا كده وشوفوا المنتجات بقى بتاعتنا اللي احنا عملناها. فطاير عملناها مع بعض بعناية وبحب وبقلب كده مع بعض، جميلة جميلة جدا. انا زودت الرغيف التاني ده شوفان بالحبوب اللي وريتهولكم وعملته. كانت الكمية عندي بتاعت الجبنة وبتاعت الحشوة كبيرة، فقلت بقى كل واحد ياكل اللي هو عايزه. جميلة جدا. وصفة في الفيديو لميت لكم الوصفة، عملت لكم ازاي الفطاير، عملت لكم ازاي فطيرة بيتزا واحدة، فطاير صغيرة، عملت لكم بالعيش الكايزر بالعيش التوست. قلت لكم المنتجات اللي بنستخدمها الطبيعية. فيديو جميل، كنز كنز، كمية جميلة جدا من المعلومات. يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تشجعونا يا جماعة، شجعونا، قولوا لنا بتتابعونا منين، وصفاتنا بتعجبكم ولا لأ، وطريقتنا في التقديم كويسة. الوصف المنتجات بتاعت اللي احنا بنستخدمها، المنتجات الطبيعية، وصف كده كامل مكمل. حلو ولا لأ، كل حاجة عايزاكم تكونوا صراحة معانا. احنا مش عايزين ننجح بس، عايزين ننجح بيكم وتستفيدوا وتستفادوا. الفطاير دي يا جماعة لو جايلك حد وما عندكيش اي حاجة، روحي على طول مطلعه كده وعامله، طلعي كل اللي في التلاجة عندك واعمليه. يا جماعه ممكن جبنه تركي، ممكن اي حاجه، بدل الناس مش عامله دايت. انا بوريكم هنا الحاجات اللي بالدايت، الحاجات اللي من غير دايت اي حاجه، لانشون بيف، اي حاجه موجوده عندك بقى، حطي كاتشب وحطي حاجات ياما. لكن عشان بستخدم منتجات صحيه لقناه صحيه لاكل صحي، بعمل معاكم بالحاجات الصحيه. صورت لكم الحاجات الصحيه وصورت لكم ازاي بتتعمل وازاي بتعملي كل فطيره وكل شندوتش بعنايه. الطريقة بتاعته ازاي جميلة ورهيبة، والعرض بتاعه ازاي تقدميه، بتبقى جميلة جدا مع الشاي، جميلة جدا كده في العزومات، تبقى فطاير. في ناس بتحب تاكل حاجات سناكس كده خفيفة بسيطة.
زي ما انا قلت لكم، عيالكم دلوقتي ايام الدراسة، كل سنة وانتم طيبين. برضو حلوة ليهم، في الصبح بدري حلوة ليهم، عشاء بالليل حلوة ليهم، قدام التلفزيون حلوة ليهم. جربوا الوصفات بتاعتنا، قولوا لنا ايه رأيكم في الفيديوهات، ويا رب تكون عجبتكم. وما تنسوش تشجعونا وتقولوا ان انتوا بتتابعونا منين. مش عايزة اقول لايك وشير، لايك وشير. بس وان شاء الله بإذن الله هنقدم لكم وصفات كتيرة جميلة ورهيبة. وان شاء الله بإذن الله تعجبكم. تعالوا بقى بصوا بقى الفطاير دي كمان، ده بقيت كمية انا كنت عاملاها برضو تانية. بصوا ما شاء الله، سيحتها دي في الفرن، برضو في الفرن ساحت واستوت، والزيوت دخلت كده بتاعت الجبنة، وطعم الجبنة دخل في العيش. بصوا انا عملت كمية، بس وريتكم 4 عملتهم لكم، وعملت كمية تانية صورتها لكم، صورتكم دي لوحدها ودي لوحدها. عشان خاطر جالنا ناس، يعني جايلنا ناس في السكة، فقلنا برضو نأكلهم من نفس الفطار بتاعتنا كده معانا. جميلة 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 جميلة. ايه رأيكم فيها؟ وعملت برضو كمان 4 توست تاني. كل الوصفات بتاعتنا صحية يا جماعة، منتجات صحية زي ما عرضتها معاكم على فكرة، وفي منتجات صحية كتيرة، وفي شركات كتيرة، وفي حاجات كتيرة، بس انا قلت لكم على الحاجات اللي انا بستخدمتها وطلعت فعلا كويسة 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 لأبعد الحدود. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واكون خفيفة على قلوبكم، ويكون الحاجة اللي انا بعملها كويسة، وانا بوريكم دول، وبسوي كمان 4 تانيين في الميكروويف، وبرضه هوريهم لكم. سويت في الميكروويف، سويت في الفرن، سويت على الشواية، فرن البوتاجاز. كل التسوية في كل الأحوال جميلة. فرن البوتاجاز بس بيقرمشها شوية. اهي برضو 4 توست تانيين جمال 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 جمال. عايزة اقول لكم الريحة جميلة جميلة جميلة، بيتنا كده تحسي فيه ريحة الخير. قدمت لكم كل الوصفات وكل ايه. انا الطبق ما بياخدش عندي غير 4 فعشان كده تحسوا ان الاطباق كلها زي بعضها. مش مشكلة، المهم اللي انا وريتكم الفطاير بتاعتكم. عرضت معاكم الطريقة بطريقة بدائية، بطريقة هادية، بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وازاي وانت بتعملي بفن، وتفكري ايه اللي بيلزق ايه على ايه، وايه اللي يدي نكهة، وازاي الملح ينزل في كله. ما رشناش ملح ولا فلفل عشان البصمة بتاعتنا حادقة. قلت لكم كل حاجة كل حاجة وكل وصفة ازاي تعملوها بعناية وبدقة، وازاي بوريكم كده بقى ايه الجبنة ساحت اهي، ونزلت كمان تحتيهم من تحت. ده بتاعة الفرن جميلة. عايزة اقول لكم انا واقفة معاكم وانا بعملها جميلة جدا. ولو كلتها كل يوم مش عايزة منها، جميلة جدا وبتفتح النفس، وبتاكلي كده وتشبعي تقومي شبعانة، وكل حاجة طبعا طبيعية. ما بتحتاجيش فيتامينات بقى، الحاجات الطبيعية ميزتها ما بتحتاجيش فيتامين. هو انتي بتعملي دايت وفيتامينك طبيعي في جسمك، اكل صحي يديكي نشاط وحيوية. والتست بتاعه عالي، واي حاجة هستعملها ان شاء الله باذن الله هقول لكم عليها في الوجبات بتاعتنا. وكل واحد حر بقى يشتري المنتج اللي هو عايزه، اللي ما بيستعملش دايت ومنتجات كتيرة. استخدمي جبنة كتير، على فكرة في مصر في جبنة حمراء، في جبنة صفراء، في جبنة تركي، بس الجبنة التركي فيها بطاطس مسلوقة. يعني انا بقى بحاول ان انا ابعد في الاكل الصحي، بتبعدي عن الحاجات اللي فيها حاجات مش طبيعية. فانتي بتدوري على الحاجة والمنتج، وقلتلك ازاي تختاريه بعناية، وازاي تبصي وتشوفي الحاجات اللي عليه. دي الفطيرة التانية برضو اللي معمولة بالعيش الشوفان والحبوب، جميلة جدا. وعملت واحدة على فكرة برضو بالبر. يعني دول اتنين ورا بعض، الاتنين بصور بالعجينة بتاعتهم مختلفة، الخبز بتاعهم مختلف. انا ساعات كمان احب احطها في الفرن يا بنات وارمشها، بتبقى مقرمشه، والجبنه كده سايحه ونايحه في المنتجات بتاعتها، بتبقى جميله جدا. بصوا دي برضو، ده واحد تاني. عملنا بقى، ما في ناس جايلك لازم تعملي. عشان خاطر الريحه كده كده اوريدي في البيت. والله حتى لو بخرت الريحه ما هتطلع. ما شاء الله ريحتها جميله. عشان اللي يخش عندنا هيجوها رسمي، فاحنا عملنا كذا واحده كده. بصي بسم الله ما شاء الله، جمال جدا.
لاحظوا كده عشان هو ايه قرن فلفل، فانا عماله احط حبه بس من الفلفل كده على الوش. ده شكل كده حلو وفي نفس الوقت طعم وفيتامينات. انا بحب الفلفل. جميله 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 والله يا بنات، جربوا له الفطاير دي جميله جدا جدا جدا، نكهه وريحه وطعم، وتاكلي منها كده تشبعي، تحسي بالشبع، لان مليانه مليانه كده، فتشبعي بسرعه. قليل جدا لما تعملي دايت وتشبعي، لا انا بقولك بالمنتجات الطبيعيه ممكن تعملي دايت وتاكلي كتير وتشبعي وتخسي و... وتبقى صحتك كويسه، وتطردي من جسمك السموم الضاره اللي موجوده في الجسم.